الآن أبو بكر الصديق استوعب خطة النبي، شوف، لأنه فاهم صاحبه صديقه. هذه الصداقة الحقيقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. العلاقة اللي كانت بين أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلاقة اللي كانت بين موسى وهارون. بين موسى وهارون العلاقة الأخوية. أرسله معنا رد أن يصدقنا، لما قال أرسله معي، من يبغى موسى؟ يبغى هارون. يقول العلماء هذه أحسن شفاعة في التاريخ، أنك تشفع لأخوك يكون رسول، يعني تطلب من ربك أن يجعل أخاك رسولا. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فهم خطته وفهم مراده، أدرك من أول يوم. توقعوا أبو بكر أول يوم وش كان أثره؟